وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل وأحب إلى الله عز وجل، والله لا يسمع مؤمن هذه الكلمة إلا خشع لها قلبه. ما من أيام أعظم ولا أحب عند الله العمل الصالح فيهن من 10 من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. لذلك العشر تدخل فيها ليلة عيد الأضحى، ومن هنا يستحب الإكثار من التكبير ليلة عيد الأضحى، يعني في العشر كلها يستحب، وتدخل فيها ليلة عيد الأضحى لأنها ليلة 10 من شهر ذي الحجة.